السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فراخ المطاعم المشوية على السيخ، بس احنا هنشويها على ازاز مع بعض بتتبيلة تعتبر من احلى تتبيلات الفراخ المشوية اللي ممكن تجربوها. حاجة كده رهيبة ما تتوصفش بجد. هنحضرها بطريقة المطاعم وهقول لكم ازاي ناكل فراخ مستوية كويس قوي وشاربة التتبيلة، وازاي يكون لها طبقة كريسبي من بره وطرية وجوسي جدا من جوه. مش بس كده، لأ، كمان هنعمل مع بعض رز المطاعم والعزومات بكل بساطة، بجد يشرفك في أي عزومة. وكمان هعمل معاكم طبق سلطة الحاتي أو سلطة المشاوي، طعمها حلو جدا وتعتبر من أشهر السلطات اللي بتتقدم في مطاعم المشاوي. يلا نبدأ مع بعض وصفتنا. أول حاجة هحضرها معاكم إن أنا هعمل محلول النقع اللي هنقع فيه الفراخ. بجيب كده طبق عميق وبحط فيه مية وبنزل بشرايح من الليمون وورق لورا وفلفل أسمر حصى وحبهان وكم فص كده من الثوم الصحيح ومعلقتين كبار من الملح، وزيهم برضو معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الكاري. والكاري هنا بيخرج أي ريحة أو زفارة مش مستحبة من الفراخ. بقلب بقى التوابل حلوة قوي مع الملح والسكر في المية وبنقع الفراخ فيها. الفراخ اللي أنا هستخدمها لازم يكون وزنها مش كتير، يعني من كيلو ونص لكيلو 600 جرام أو 700 جرام بالكتير قوي. بدخلها التلاجة بعد كده أقل حاجة من 2 ل4 ساعات. المحلول ده بيخلي الفراخ تطرى معايا وبتكون جوسي جدا في التسوية، وكمان بتخلصنا من أي زفارة. بطلعها بقى من وقت للتاني كده من التلاجة وبقلبها زي ما انتوا شايفين كده علشان اتأكد ان هي مغمورة كويس قوي في المية. تمام كده، تعالوا بقى نحضر تتبيلة الفراخ. بجيب بصلاية كبيرة وكم فص من الثوم وطماطماية وفلفل ألوان ونص قرن حار لو انت بتحبيها سبايسي. هنزل بكل الخضار ده في الخلاط أو في الكبة أو بالهاند بلندر، وهنزل عليه بفنجان صغير من الزيت الزيتون أو أي زيت نباتي موجود عندك، وفنجان من عصير الليمون، وربع فنجان من الخل، معلقتين كبار من الزبادي، معلقة كبيرة من المستردة، وبنظبط الملح بتاعنا، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وربع معلقة من الهيل المطحون، ونص معلقة قرفة، ونص معلقة كاري، ومعلقة بابريكا، ونص معلقة من بهارات الفراخ، وشوية لبن، ومعلقتين كبار من معجون الطماطم المركز. أي توابل موجودة عندك ضيفيها، ولو مش موجودة تقدري تستغنى عنها عادي خالص، مفيش أي مشاكل. وأي توابل برضو انت بتحبيها ممكن تضيفيها. بعد بقى ما فرمت التوابل كلها زي ما انتوا شفتوا كده، جبت الفراخ وغسلتها كويس وصفتها حلو، وجبت خلة خشب وابتديت انغز الفراخ في كل مكان فيها كده علشان اضمن التتبيلة تدخل في اجزاء الفراخ حلوة قوي وتاخد من طعمها. هناخد بقى التتبيلة اللي احنا فرمناها دي وهننزل بيها على الفراخ، وهنعمل مساج كده للفرخة، وندخل التتبيلة دي في كل جزء من الفرخة، بندخل في قلبها كده من جوه، وبقعد كده ادعك شوية بالتتبيلة دي على الفراخ، يعني زي ما قلت لكم اعملي لها مساج كده. بعد كده بقى بسيبها في التتبيلة دي أقل حاجة من 4 ل6 ساعات، والأحسن كمان لو انت سبتيها ليلة كاملة. أنا بصراحة بحب أتبلها من بالليل واسيبها في التلاجة طول الليل. بعد كده بقى بخرجها وبشيل التتبيلة من عليها بمنديل مطبخ. لو احنا سيبنا التتبيلة دي على الفراخ ودخلناها الفرن هتتحرق وتاخد لون بسرعة، فبس بمسح كده اي تتبيلة من على الفراخ من بره، وبوقفها بقى زي ما انتوا شايفين كده على ازاز، وبكون حاطة في الازازة من جوه بملي كده نصها مية زي ما انتوا شايفين.
بعد كده بقى بجيب صينية فرن وبكون حاطة فيها شوية مية، وبحط فيها برضو شرايح ليمون، قطعة قرفة خشب، ورق لورا، وكم فص حبهان. أي منكهات عطرية موجودة عندكم ضيفوها. بكون طبعا مسخنة الفرن بتاعي وبدخل الفراخ، بنزل الصينية تحت خالص على الفرن من تحت، وبسيبها لحد ما تستوي وتاخد اللون بتاعها. هي بتاخد ساعة ونص أو حسب حجم الفرخة بتاعتكم، ممكن تزيد وممكن تقل، وبتابعها من وقت للتاني زي ما انتوا شايفين كده. الفراخ في الفرن. تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية رز أصفر مبهر بالمكسرات اللي بيتقدم بره في المطاعم مع المشاوي، ورز العزومات اللي بنقدمه في أي عزومة عندنا. جبت كده حلة فيها شوية زيت، وبنزل بأي نوع مكسرات موجود عندي. أنا كان عندي شوية فول سوداني، أي نوع مكسرات انتم حابينه ومتاح عندكم في البيت. أبسط حاجة الفول السوداني، ما نصعبش على نفسنا الأمور. نزلت كده بشوية فول، لما اتحمصوا نزلت عليهم بشوية من الزبيب، وبنزل بالزبيب في الآخر خالص علشان ما يتحرقش ويمرر معايا. هحمصه كده، وبعد كده بقى هشيل المكسرات والزبيب دي في طبق خارجي على جنب، وبنزل بعد كده في نفس الزيت اللي حمصنا فيه المكسرات بقطعة من القرفة، وفلفل أسمر، حصى، ورق لورا، حبهان، كم فص كده من القرنفل. وببتدي أحمص التوابل دي لحد ما الريحة العطرية بتاعتها تبتدي تظهر معايا. بنزل عليها بشوية من التوابل البودر، شوية من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من بودرة الزعفران أو الكركم، لو مش موجودة بودرة الزعفران تستبدلوها بالكركم. وبرضو بحب أزود عليها شوية كده من بهارات الفراخ. وبكون نقع رز بسمتي بصفيه وبنزل بيه، وبظبط الملح بتاعي، وابتدي أحمص بقى الرز ده حلو قوي مع التوابل لحد ما يسخن معايا. أهم حاجة في عمايل الرز عشان يطلع معاكي نسري ومفلفل، إن احنا نسخنه حلو جدا. وبننزل عليه بعد كده بالمية، والمية لازم تكون سخنة. أنا مش بزوده مية خالص، لأن زي ما قلت لكم بكون نقعاه قبليه، فمش بيحتاج مني مية كتير عند التسوية. أنا بنقع الرز قبل ما أسويه حوالي ربع ساعة كده في مية دافية، وبعد كده لما باجي بقى أطبخه مش بياخد مني مية كتير خالص. بسيب بقى الرز لحد ما يتشرب ميته، بعطيله تقليبة زي ما انتوا شايفين كده، وبغطيه واسيبه على نار هادية يستوي براحته. هو مش هياخد غير 10 دقايق بالظبط وبيكون جاهز معايا. تعالوا بقى نعمل سلطة المشاوي الخطيرة. بقطع طماطم وخيار وفلفل ألوان وفلفل حار وبصل شرايح وشوية شبت، بنزل عليهم بفنجان صغير من زيت الزيتون وفنجان من المية. لو انتوا بتحبوا المية زيادة فيها تقدروا تزودوا عن كده. وبنزل برضو بعصير ليمون ورشة من الكمون والملح وكزبرة ناشفة وربع معلقة صغيرة من الزعتر. الزعتر بيعطيها طعم وريحة حلوة قوي. بقلب السلطة دي حلو جدا مع التوابل. لو انتوا برضو بتحبوا تضيفوا ليها البقدونس ممكن تحطوا لها كده رشة من البقدونس، وبس كده احلى وألذ سلطة بتتقدم جنب الأكلة دي. هنا بقى كان الرز ما شاء الله خلص معايا، شايفين ما شاء الله تبارك الله مفلفل ونسري، ريحته حلوة، والحباية مش لازقة في التانية خالص. ما شاء الله تبارك الله شوية رز بجد يتاكلوا حاف. رز المطاعم ورز العزومات بكل بساطة تقدري تعمليه ويطلع معاكي ناجح جدا. غرفت بقى الرز بتاعي وزينته كده بالمكسرات من على الوش. رز العزومات رز المطاعم هتقدري تعمليه في البيت بكل سهولة وهتكوني أستاذة فيه. ودي كده الفراخ المشوية ما شاء الله زي ما انتوا شايفين استوت، ريحتها حلوة جدا جدا. فراخ المطاعم اللي بتتشوي برا على السيخ عملناها على ازاز في البيت بكل سهولة. والله السلطة رهيبة جدا يا بنات.
عاوزة بس أقول لكم قد إيه التتبيلة دي خطيرة جدا، هتعتمدوها لو جربتوها وهتحبوا قوي تعملوا الفراخ المشوية بالطريقة دي. شايفين جمالها؟ واخدة اللون الذهبي الخطير من جميع النواحي بتاعتها. الأكل على بعضها كده هو يا بنات تاخد العقل من جمالها. حابة أوريكم بس قد إيه الفراخ دايبة جدا ومستوية قوي وجوسي وطرية قوي قوي من جوه، وواخدة القرمشة والكريسبي من بره، سواء كان بقى الورك أو الصدر زي ما انتوا شايفين كده. بجد دايبة قوي وكمان مستوية، والفص بتاعها مش زادق دم خالص زي ما انتوا شايفين كده. أتمنى ان انتوا تجربوها، وأتمنى كمان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وكمان تعليق حلو منكم يجبر بخاطري. دمتم بخير.